ما هي احسن طريقه نجمع راس المال؟ عندي 16 عام وكنحس براسي ما داير والو. عينا ما نهضروا في هذه المساله ديال عندي 16 عام وما درت حتى شي حاجه، عندي 18 عام ما درت حتى شي حاجه. لا اخويا انت تبارك الله اش بغيتي دير؟ انت عندك 16 عام اش بغيتي دير؟ زعما 16 عام 17 عام اش غادي دير؟ باقي صغير اصاحبي، راك باقي في مرحله التعلم، جمع التجارب. انت دابا 16 عام ما درت والو، وبقى يخرج لي غا ولدي انا اللي في عمره 4 سنين حتى هو يقول لي با انا ما درت والو. والله يهديكم الاخوه. مزيان الانسان يكون في هذا العمر هذا ويكون مزيان انه يكون شويه جدي في التعامل مع الحياه ديالو. مزيانه انك تكون واحد الانسان ماشي تافه، مزيانه، ولكن ماشي لدرجه انك تولي داخل في اكتئاب وانا ما داير والو. وانا اخويا انت راه في عمرك 16 عام، راه باقي هضر صغير، باقي قاصر، طفل القانون باقي قاصر. انت ماشي في المرحله ديال دير وتدخل الفلوس اصاحبي، انت في المرحله ديال التكوين، جمع الخبرات. وانت ملي تقولوا انتم 16 عام 14 عام تقول لي هاد الهضره على اللي عنده 35 عام اش غادي يقول؟ انت انطاحر كما راه الدراري. انت ما مطالبش دير شي حاجه دابا، المطالب هو تديها في قرايتك، المطالب هو انك تكون هو تونغيشيسي راسك بالمعارف وبالمهارات. هادشي اللي مطالب به انت دابا. والله يلقى هاد لي زانفلونسور ديال السطح اللي يخرجوا على الدراري، وحق الله الا خرجوا على الناس، اقسم بالله العلي العظيم. ها هما الضحايا ديالهم، كيشوفوا بعلوك هو جالس ما خلى حتى بلاد والفلوس وهذا تيسحبوا. راه اخويا هذاك راه ماشي مثال، باش نكون واضح. هذاك باش داير الفلوس؟ باش قول لي انت اش شي مركز علمي، شي حاجه، شي اضافه؟ والو. خونا طيب الله هو مدابز مع هذا وجاب الصداع مع هذه والنعس مع هذه والنايضه الاخرى تتخوت عليه والله اش هذا محتوى، هذه حاجه تيفتخروا بها الناس. ولا شي برهوشه قالت لك انا من المؤثرات مع التحفظ على كلمه الالف، هي راه الخاء خصها تكون بلاصتها، تفضل خدامه بها. تجي انا تقول لي هذا محتوى، وهذا زعما انت تيفقسك. انت دابا هذاك تيفقسك، دابا هذاك السيد تيخليك انت تدخل في اكتئاب، تحس راسك ما درتي والو. الله ينعلبوا الفلوس اللي كنت غناخذهم هكا. انا هادوك ما عندهمش النفس، هادوك ما لقاوش رجال في ديورهم، هادوك ما لقاوش عيالات في ديورهم، هادوك ما مربينش، هادوك واصلين لواحد المستوى ديال تنعس مقابل الفلوس، ما عندهاش مشكل. علاش غتقارن راسك؟ وعلاش انت غتقارني راسك بها؟ الانسان الذي لا يعيش بمبادئ في حياته راه لا حياه له. الا كنتي غادي تعيش غير عباد ديال الفلوس. وي راه الانسان كيعيش عنده مبدا، عنده مجموعه من المبادئ في حياته. الا كنتي غادي تعيش بدون مبادئ فانت حيوان. شنو هو الفرق بينك وبين الحيوان؟ راه والو. فما نخليش انا هذا المخرج هذا غير قال لي تحمست يا سامي نقص شويه حيد بالك. الا ما كنتيش غتعيش بمبادئ في حياتك راه لا حياه لك. الله ينعلبوا على الحياه اللي غدا ولا بعد غدا يبداو الناس يشوفوا المؤخره ديالي ولا يشوفوني. عرفتش غنقول لكم؟ هذاك الشيء راه غادي. والمشكله الدراري ولادنا اللي تيخرجوا عليهم، هادشي اللي واقع. ولادنا هما اللي تيخرجوا عليهم، الله يعتلمهم غباره في هذا النهار. وانا وحق الله الا اطالب بتفعيل، انا اطالب بتفعيل بسرعه القوانين اللي كيحكموا هادشي الانترنت، لانه هذا الزمر هذا اصبح لا يطاق. دابا الدري في عمره 15 عام تيشوف واحد البعلوك كاع تينقص تما ما تيدوي الا هضر، تعطيه الميكروفون غير حاشاكم غير والو نهار والو. واحد التحسينه دايرها كيوجهو هو كله كالمعاق، والله ما ينقز تما. ما هو مدابز مع هذا، هو مدابز مع هذا، هو يتغاوت مع هذا، ها هو مع هادي، ها هو، والناس ماسبيرين. اللهم بارك خرجتوا عليهم. والله الا خرجتوا عليهم. حقود اخويا، لا ما حقدت على هادشي. علاش بغيت نحقد؟ تحيد ليه داك التيك توك وداك اليوتيوب وداك الزمر، تحيدوا ليه واللي ما عرف ما يدير.
تبغي تقول لي ياسر الصنادق ما يقديه الزوم، ما عارف ما يدير، مخو خاوي، ما يعرف لا بنيه جسديه لا بنيه عقليه، والو دابه تمشي على الارض، هادشي اللي كاين. يلا الله يسر، السلام عليكم.